يا مساء الحلويات. النهارده هعمل لكم بسكوتة الايس كريم حلوه قوي قوي. طعمه ومغذيه عشان هحط فيها كمان عسل اسود، وهشه زي ما انتم شايفينها بتقرمش لغايه اخر قطمه، مش هتلاقيها تطرى معاكم خالص ان شاء الله. امشوا معايا بس بالطريقه والمقادير، اولادكم هتفرح بيها قوي، ومستنيه تفرحوني انا كمان بلايك حلو قوي وكومنت جميل، وبتتابعوني من انهي بلد. ويلا بينا على الطريقه والمقادير. اول حاجه معايا السكر 75 جرام او تلت كوبايه، الزبده 50 جرام او ربع كوبايه، الدقيق 150 جرام او كوبايه ومعلقه كبيره، الميه 150 جرام او 3/4 كوبايه، معايا فانيليا ومعايا كمان معلقه كبيره من العسل. اول حاجه بحط المكونات عندي بمضرب عادي خالص، بحط السكر على الزبدة بتكون سايحة بس مش سايحة قوي، يعني حطيت عليها المية بتكون دافية علشان خاطر تسيح معايا الزبدة. المية دافية يا جماعة. ببدأ بالمضرب عادي اليدوي، ببدأ ان انا احرك لغاية لما اتأكد ان السكر داب مع المكونات ومع الزبدة ومع اللي انا حطيتها والمية. هحط دلوقتي المعلقة من العسل اسود، ودي مهمة لان بتديني اللون بتاع البسكوتة بتاعة المحلات، وكمان بترفع لي من القيمة الغذائية للبسكوتة عندي، وبتخلي لي لونها حلو مظبوط يعني. بعد ما دوبتهم بنزل بالدقيق تدريجي، يعني بحط بايدي وبالناحية التانية بضرب على طول عشان ما يكلكعش معايا، يعني ايد بتضرب وايدي التانية بنزل شوية شوية، ما تحطوش كل الكمية مرة واحدة. على فكرة ممكن تختلف دي يعني دقيقك عن دقيق لشربه للسوائل يعني، بس المقادير اللي انا مديها لك مظبوطه. بحط ظرفين من الفانيليا معايا او نص معلقه من الفانيليا السايله. ببدا ان انا انزل كل الجوانب وبضرب حلو لغايه لما يبقى معايا قوام زي ما انتم شايفيني كده متجانس، ما فيهوش اي كلكعه. لو كلكع منك شويه ابداي اضربي تاني هيفك الكلكعه. عشان كده بقول لك حطي دقيق حبه بحبه. طبعا الدقيق انا نخلاه، وببدا ان انا اقلب لغايه لما احصل على القوام اللي انتم شايفينه ده، زي ما انتم شايفين كده، قوام لا هو سايل قوي ولا تقيل قوي كده. انا جهزت معايا العجينه بتاعه البسكوته. بجيب كيس اللي هو كيس الحلواني اللي بيتباع استخدام مره واحده ده، بحطه في اي كوبايه او اي وعاء عندي، وبنزل فيه الخليط، وده بيساعدني في التسويه يعني. بجيب المكنه بتاعه الايس كريم، بدهن دهنه من الزيت اول مره بس، بعد كده مش بدهن، يعني هي اول مره عشان ما يلزقش معايا. ببدأ ان انا ادهن من فوق ومن تحت بالطريقة دي، وهبدأ ان انا احط كمية مناسبة معايا، ما تكتروش عشان ما يطلعش بره. زي ما انتم شايفين كمية قليلة مش كتير قوي.